السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين. عيد فطر مبارك كده على الامه الاسلاميه جميعا يا رب. تعالوا بقى نشوف النهارده. احنا طبعا بعد شهر كامل رمضان من اللحوم والفراخ والعزايم والصواني، طبعا بقى عايزين كده اكله حرشه كده من بتوع زمان. وطبعا العيد الصغير ما بيخلاش من غير الاكله ديت اللي هي السردين والملوحه والفسيخ والرنجه. النهارده عامله لكم بقى طبق ملوحه كده ما شاء الله، وطبق سلطه رنجه، مع طبق رنجة كده عاملاها على النار كده ببصل بطريقة سهلة وبسيطة. تعالوا بقى نشوف نعملها مع بعض ازاي. بصوا بقى، لو لسه ما جربتوش الطريقة دي لازم تجربوها، عشان الطريقة دي تحفة جدا جدا جدا. أسهل وأحسن وأجمل طريقة ممكن تعملوا بيها الرنجة، ولا زفرة ولا وجع قلب أبدا. يعني تشويها على النار كده بتفضل الريحة في المطبخ وفي الشقة كلها مهما تعملوا فيها. تعالوا بقى جربوا الطريقة دي. حط المية المغلية على الرنجة كده، وانتوا هتعشقوا الطريقة دي، تحفة جدا. شايفين الرنجة بتعمل ازاي؟ بتتنفخ معانا ازاي كده من المية المغلية. أنا هزود مية مغلية تاني كده، هغطيها بالمية المغلية علشان خاطر تقشر معانا كده، كأننا عاملينها كده على النار من على البوتاجاز من فوق. شايفين ما شاء الله؟ خلت الرنجة، بصوا شايفين القشر بتاعها كده، طريقة تحفة جدا. وعايزة اقول لكم بقى، لو في اي يعني انتوا عارفين الرنجة بتبقى متعرضة كده للشمس وكده اهوت، اي حاجة كده ولا حاجة ميكروبات ولا حاجة، المية المغلية هتشيل اي حاجة منها كده، وتخلي الرنجة بتاعتنا يعتبر كده احنا عقمناها اهو. شايفين بقى ما شاء الله بتتقشر معانا بكل سهولة خالص ازاي، تحفة. والرنجاية كده، حتة الرنجة اللحمة مسكت نفسها كده ما شاء الله. ولو في ملح زيادة في الرنجة بتاعتنا، المية المغلية برضو بتاخد الملوحة بتاعت الرنجة الزيادة دي، بتخلي الرنجة بتاعتنا دلعة جدا. لكن لما بتعملوه على النار الرنجة بتحدق، غير بقى الريحة اللي بتقلب الشقة حرفيا كده. ومهما تغسلي في البوتاجاز الريحة ما بتروحش من المطبخ. انا قشرته زي ما انتم شايفين كده في قلب المية. شايفين بقى ما شاء الله. هبتدي بقى دلوقتي انضف الرنجة بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده. هشيل البطروخ بتاع الرنجة دون، اللي هو كان البطروخ اللي هو الحبيبات دون. احنا صراحة ربنا يعني ملناش فيه اكل قد كده، لكن انا صراحة هعمله كده على الرنجة. يعني انا هقطعه كده مع الرنجة زي ما انتم شايفين. بصوا بتتنضف معانا بكل سهوله. تحس ان الميه المغليه خلت كده يعني قطعه الرنجه ماسكه نفسها، حتى البطروخ كده ماسك نفسه، انك تعرفي تطلعي كده اي الحاجات اللي بتبقى جواه ديت، بتطلع معاكي بكل سهوله زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله. شايفين؟ جربوا الطريقه دي يا جماعه، والله اللي لسه مجربش الطريقه دي لازم يجربها. تحفه جدا جدا، وجربوها وهتدعوا لي والله. زي ما انتم شايفين كده انا بنضف. انا الفيديو ده صراحه ربنا كان المفروض ان انا انزله من امبارح، لكن انا والله انا يعني طبعا رمضان والعيد بقى، وانتوا عارفين الدربكه بتاعت العيد وكده، فانا كنت تعبانه ما كنتش قادره خالص فاصله. حتى والله العظيم انا عايزه اقول لكم ان لسه في فيديوهات من بتاعه رمضان انا ما قدرتش انزلها. والبيتي فور لغايه دلوقتي انا ما نزلتوش، والله لغايه دلوقتي ما نزلتوش، مع ان البيتي فور معمول. عملته وما عملتوش برضو غير يعتبر في العيد بس. يعني الفيديو ده معلش بقى ان هو جالكم متاخر شويه. زي ما انتم شايفين كده الرنجه بتاعتنا كده بالمقص كده بقطعها مكعبات. شايفين ما شاء الله كده سهله وبسيطه جدا، ومن غير زفاره ومن غير وجع قلب ولا اي حاجه. بص مكعبات ما شاء الله اللهم بارك. عايزه اقول لكم الرنجه كانت دلع جدا طبعا، حتى من الميه المغليه هي اللي يعني حتى لو الرنجه بتاعتكم مالحه معاكم اعملوها بالطريقه دي، وهتلاقوا الرنجه بتاعتكم ما شاء الله دلع جدا كده، ولا يعني تتعبكم في الاكل ولا اي حاجه خالص. كمان احنا هنعملها النهارده بطريقه سهله وبسيطه. هعمل لكم سلطه الرنجه دي، مش هتحسوا ان في املاح احنا كلناها خالص. زي ما ده البطروخ زي ما بقول لكم. شايف البطروخ دون؟ مش البطروخ اللي هو الناعم دون. احنا صراحه كنا بنحب البطروخ الناعم، بس انا ما لقيتش هنا غير هو واحد بس البطروخ الناعم دون. المهم انا هقطعه زي ما انتم شايفين كده مكعبات. قطعيه زي ما تقطعي بقى، مش عايزه اقطعيها مكعبات، عايزه اقطعيها كده زي ما انت عايزه تقطعيها قطعيها. بص السردين دون انا كنت مخللاه قبل رمضان، تمام. فجيت بقى بعد ما اسبوع، بعد ما يعني انا كنت مخليه قبل رمضان بحوالي 3 4 ايام، بعد رمضان باسبوع فتحت عليه وطلعته ونضفته زي ما انتم شايفين كده، وحطيته كده في قلب علبه، رصيتهم في قلب علبه التلاجة، وغرقتهم كده، غطيتهم بالزيت وبالليمون وشطه، وقفلت عليهم كويس جدا ودخلته في التلاجة. قلت هينفعني بقى في العيد. صراحه كنت عايزه جايباه عشان اصوره معاكم، بس راحت ربنا ما قدرتش ان انا اصوره. المهم زي ما انتم شايفين كده انا قطعت زي ما انتم شايفين. طبعا هو كله زيت وشطه وليمون، ازوده ليمون وبس. هنا معانا هنا فلفل زي ما انت عايزه بقى، الكميه اللي عندك على قد الكميه اللي انت هتعمليها.
تمام كده زي ما انت شايفه كده. انا كان معايا كده قرنين 3 من الفلفل الحامي، هقطعهم مكعبات زي ما انتم شايفين كده، او شرايح رقيقه جدا زي ما انتم شايفين. هخلص الفلفل بتاعنا، وبعد ما اخلص الفلفل هنعمل البصل، وبعد ما نعمل البصل هنخرط القوطه بتاعتنا برده كله النهارده كله مكعبات، مش هنعمل النهارده بصل حلقات ولا اي حاجه. شايفين زي ما انتم شايفين كده اهو. الفلفل خلصناه، هنعمل معانا بقى ايه؟ البصل. انا عايزه اقول لكم لما باجي اكل او نعمل اكله رنجه او اكله فسيخ او اكله ملوحه ايا كان، انا ما بحبش اضيف ليها نهائي خيار. يعني انا ما بخرطش حتى كمان خيار. ليه ما بخرطش خيار بقى؟ لان الخيار بيزفر معايا الاكل، عشان كده انا مش بحب ان انا اعمل خيار معاها خالص. يعني الخيار جربتها صراحه ربنا قبل كده، يعني من زمان كده كنت عملت الاكله دي وقلت اما اخرط معاها خيار، يعني شرايح خيار وكده، علشان خاطر ايه؟ يعني ما تبقاش حامي على قلبنا وكده، الاكله تترطب معانا. لكن صراحه ربنا خلى الاكل زفر الدنيا خالص معانا. من ساعتها انا ما بقتش اضيف الخيار خالص نهائي لاي اكله زي كده معانا. انا اضيف خس، بصل، طماطم، فلفل بس، لكن خيار لا ابدا، ما بضيفوش ابدا. زي ما انتم شايفين كده انا خرطت الفلفل وخرطت البصل والطماطم بتاعتنا بقى، اعملها مكعبات صغيره كده كاني هعمل سلطه بالظبط. يعني انا عملت كاني هعمل سلطه. اخلص الكميه بتاعه الطماطم كلها، كميه زي ما انت عايزه بقى على حسب كميه الرنجه اللي عندك. هنا بقى زي ما انتم شايفين طاسه على النار كده، نزلت فيها بشويه من الزيت، شويه زيت محترمين كده، وهنزل عليهم على طول يعني بشويه من البصل، معلقتين 3 كده من البصل، وهقلبهم. انا مش عايزه احمرهم ولا عايزه اديهم لون ولا اي حاجه خالص، انا مجرد بس ما يتبلوا معايا، مش عايزه اديهم لون خالص. اول ما تدبل معانا على طول هنزل على طول عليها بقلب القوطه بتاعتنا المكعبات. برضو قد ايه؟ برضو على حسب الكميه اللي انت هتعمليها. انا كنت عامله النهارده يعني طبق واحد بس كده صغير، تشكيله مش اكتر يعني. المهم زي ما انتم شايفين نزلت بالطماطم كده، وهنزل كمان بشويه من الفلفل، هقلبهم مع بعض. وزي ما قلت لكم انا مش عايزاهم ياخدوا لون ولا اي حاجه، عايزاهم بس كده يعني يشربوا من بعض. وبعد كده هضيف عليهم رشه من البابريكا، رشه من الكمون. طبعا مش هضيف ملح نهائي، لان طبعا دي رنجه، واحنا عايزين نقلل من الملوحه بتاعتنا. احنا عملناها في الميه عشان ما تبقاش حادقه، فطبيعي مش هننزل عليها طبعا اي ملح. بس كده. المهم زي ما انتم شايفين كده لقيناها شكشكت مع بعض كده وشربت من بعض، هننزل على طول بالرنجه بتاعتنا، او شويه من الرنجه اللي احنا عاملينها على قد الطبق اللي احنا عاملينه. وخلاص كده غلوتين كده وهطفي عليها على طول وهسيبها. انما الرنجه بتاعتنا اللي انا مخرطاها مكعبات زي ما انتم شايفين، نزلت عليها في طبق كده غويط معانا، او بوله كده غويطه. نزلت الاول بالطماطم والبصل والفلفل، هقلبهم مع بعض. هضيف عليهم ايه؟ هضيف عليهم شويه من الليمون، هضيف شويه من الزيت، هضيف شويه رشه من الكمون او معلقه كمون. طبعا برضو مش هنضيف ملح نهائي لان هي رنجه. نزلت هنا بمعلقه من الشطه مع الفلفل السبايسي وعيشه. هنزل عليها كده بالرنجه بتاعتنا اللي انا مخرطاها مكعبات، وهقلبهم مع بعض كويس جدا. ده طبق سلطه رنجه اللهم بارك. عايزه اقول لكم طعم والله اكبر كان تحفه جدا جدا، جربوه. زي ما انتم شايفين انا كان معايا نص كوبايه من الليمون كده، انزل كده شويه وهقلب مع بعضه. وبعد كده هنزل بالزيت زي ما انتم شايفين، وبعد كده هقلبه. هنزل بقى عيشي بقى. خلاص انت خلصتي كده الاساسي، دي بقى حاجه اختياري، انت بقى ترصي زي ما ترصي، زي ما انت عايزه، شكلي زي ما تشكلي برضو زي ما انت عايزه. زي ما انت شوف كده كان عندي خس بلدي قطعته كده شرايح او مكعبات صغيره زي ما انت شايف كده ما شاء الله. ظبطت الطبق قدامكم كده، وبعد كده هنزل عليه بقى الطحينه بتاعتنا. انا مش هخفف الطحينه بتاعتنا بميه نهائي، شويه ليمون وشويه من الزيت كده لحد ما يديني ايه السمك اللي انا عايزاه. انا مش عايزاه خفيف خفيف كانها سلطه لبن، سلطه طحينه، لا انا عايزاها تقيل شويه كده عشان يدي طعم للرنجه بتاعتنا. شايفين ما شاء الله؟ شايفين الشكل تحفه جدا جدا. عايزه اقول لكم الريحه بقى والطعم، ما فيش زفاره يا جماعه زي ما كنا بنعملها الاول كده، ما فيش اي حاجه والله، وريحتها حلوه جدا جدا اللهم بارك. هنزل كمان بشويه من الليمون كده على الرنجه على الملوحه بتاعتنا، السردين المخلل ده زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله تحفه جدا جدا. ومع بصل اخضر بقى والخس وعيشه. بس نصيحه بلاش خيار، علشان الخيار بيزفر يا جماعه الاكله دي والله. الطعم الرنجه اللي انا عاملاها على النار طعمها حلو جدا جدا حقيقه، وطعمها جميل كده مظبوط. طبعا الملوحه بتاعت الرنجه نزلت كده ظبطت الطعم. وعايزه اقول لكم بالطبق ده بقى اللي كان يعني وانا باكله كده كان نازل على قلبي كده مش نازل في معدتي، كان الملح بتاعه مظبوط جدا. انا كنت ظابطه تخليه يعني بالمسطره،
تحفه تحفه تحفه. ودي سلطه الرنجه كده الله اكبر، اللي بتاكليها كده ما تحتاجيش انك كلت رنجه ولا تتعب ولا تشعطش ميه ولا اي حاجه خالص. بس للامانه المفروض كلتوا اي موالح حتى لو مش مالحه، اشربوا كميه ميه على قد ما تقدروا علشان تغسلوا الكلى من الاملاح اللي احنا كلناها. وفي الاخر اقول لكم كل سنه وانتم طيبين يا جماعه. لو عجبكم الطبق بتاعنا النهارده ما تنسونيش في اللايك والشير وتفعيل الجرس ودعوة حلوة من القلب، وكل سنة وانتم طيبين، وعيد مبارك عليكم وعلى الأمة الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله.